هقول كلمتين كده ورأيي عن ماتش النهارده، ماتش اولمبياكوس وريال مدريد. طبعا كلنا احنا كمدريديين الاخبار منتشرة الايام اللي فاتت اللي في خلاف في اوضه اللبس ما بين اللاعبين، وخصوصا فينيسيوس وتشافي الونسو. وفي اخبار بتقول ان فينيسيوس ولاعيبه كمان عايزين يمشوا تشافي الونسو من تدريب ريال مدريد. رأيي الشخصي ان تشافي الونسو هو المخطئ في هذه المسألة. ازاي؟ تشافي الونسو بعد ما فينيسيوس جاب الفورمة بتاعته على الأقل 70-80% بقى بيقعد فينيسيوس احتياطي، مع انه كان وصل لمرحلة من التجانس مع كيليان امبابي. وبقى الريال لقى بقى عنده هجوم، بقى في تنوع في امبابي، في فينيسيوس، في اردا جولر، في جود بيلينجهام، في ماستانتونو قبل ما يتصاب. فالمشكلة الكبيرة بدأت لما من ساعة ما ألونسو عمل تغيير فينيسيوس في ماتش الكلاسيكو، لأن كان ساعتها كان فينيسيوس عامل مباراة ولا أحلى ولا أروع، وخرجه بدري، وكان الكل متوقع إن فينيسيوس كان ممكن يسجل في الوقت اللي هو غيره فيه. من ساعتها لما فينيسيوس عمل الاعتراض وحصل مشكلة، وفي أخبار اللي فيه مشاكل كبيرة ما بين فينيسيوس وتشافي ألونسو، إن فينيسيوس رافض التجديد وأبلغ بيريز اللي هو مش هيجدد طول ما تشافي ألونسو مدرب. لازم تشافي ألونسو يكسب اللعيبة، لأن ريال مدريد في مرحلة الخطر دي أخطر مرحلة في موسم ريال مدريد. ريال مدريد لو ما كسبش اولمبياكوس النهارده هيتعثر في الدوري في الاسبوع الجاي، وهيفقد الصداره لصالح برشلونه، لان برشلونه ما عندوش امل في اوروبا السنه دي، فهيركز على الدوري المحلي والبطولات المحليه زي الموسم اللي فات. فتشافي الونسو لو فضل كده وما كسبش اللعيبه هي ممكن نطلع بموسم صفر، وممكن يمشي من ريال مدريد ومشروعه يفشل. فلازم تشافي الونسو النهارده ينزل بالتشكيله اساسيه، ولازم يرجع الثقة بينه وبين اللعيبة عشان يطلع من الكبوة اللي هو فيها دي.